مجلس النواب يقر مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، وذلك بحسب التوصيات الواردة من اللجنة الملكية. كانت آراء النواب متقاربة لحد كبير، حيث أيدوه ووصفوه بأنه جدي وسيخدم الوطن والمواطن. اليوم تم الانتهاء بشكل كلي وبالنسبة لمناقشة جميع النصوص التي طرحت، وبنفس الوقت لقى نوع من الاستحسان هذا القانون، وتم إقرار المواد بعد مناقشات وحوار مستفيض. وكان قد شاركنا في هذا القانون إخوة إن قبل أن يتم عرضه تحت قبة البرلمان. وللأمانة أنا أريد هنا أن أنبه بأنه ما يجري داخل اللجان هو أكثر أهمية مما تراه تحت قبة البرلمان. وأنا بقول قانون الأحزاب اللي أقر اليوم قانون عصري بامتياز، بشجع على الحياة الحزبية، وإن شاء الله أنه نمشي بالإصلاحات اللي نشأت فيها جلالة سيدنا. بدي أكون واضح معك، قد يكون أحيانا بعض النواب يريدوا فترة أطول لتأهيل الحالة الحزبية، وبعض النواب يريدوا فترة أطول لضمان عمر مجلسهم، بمعنى هذه المسألة. لكن في النهاية أنا بتقديري أنه قانون الأحزاب قانون إصلاحي، قانون تقدمي، يدشن لمرحلة جديدة. وإذا ربطته بالتعديلات الدستورية زائد قانون الانتخاب، أنا بتقديره هو بشكل واحدة من أهم دعائم هذا المشروع. وشفنا اليوم حتى القوى المعارضة والقوى الحزبية راضية عن قانون الأحزاب. اليوم نتحدث عن مرحلة جديدة بالمئوية الثانية. اليوم نتحدث عن قانون الأحزاب الجديد. صراحة داخل القبة بجميع أطياف النواب رأينا في توافق على تشريع هذا القانون. الأحزاب بشكل عام كانوا متوافقين على معظم أو بالأجمل من هذا التشريعات اللي حصلت اليوم. إذا ما رأينا وتابعنا من بداية المناقشات على قانون الأحزاب، النقطة والمؤشر الرئيسي واللي مشجع شوية إنه معظم التيارات سواء الحزبية أو تيارات مجلس النواب توافقت على إنه قانون الأحزاب الجديد فيه نقلة نوعية، وكنا متفقين هذا الكلام. في بداية الحديث أول يوم لما صار القراءة الأولية، مش الأولية، خلينا نقول القراءة العامة للقانون المادة الأولى، أجمع معظم الناس إنه إحنا والنواب إنه بحاجة لهذا القانون وفي نقلة نوعية. ولكن قلنا إنه إحنا مقبلين أو موافقين على القانون كجملة، وبالتفصيل لنا كلام كثير، وهذا ما حصل داخل القبة. شرعنا بمناقشة قانون الأحزاب من 3 أيام، واليوم كان في المادة وصار عليها حديث. احنا الأحزاب ناشئة حديثا، معها وقت كافي 2 3 4 سنوات تعيد تنظيمها قبل لا تقدم أوراقها بطلب التأسيس، ومعها مدة سنة حتى تقيم مؤتمرها التأسيسي.